الفيديو ده انا عاملاه عشان ادردش معاكم، فيا ريت يا جماعه اللي يتفرج على الفيديو يعمل له شير، علشان انا محتاجه راي الناس في الايه في الكلام اللي انا هقوله. يلا بس على طول ها من اول شده. بسم الله، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. زي ما احنا شايفين كده ذبحنا الديك وهنضفه على السطح. بدل ما انزل انضفه تحت وايه انضف مكانه المطبخ، هعمله على السطح كده واجهزه واخده يا دوبك تحت ايه يبقى جاهز ان انا اسلقه بس. ماما ربنا يديها الصحة كده، لما بيكون حد تعبان فينا يعني لازم تعمل له ديك لوحده، يعني تذبح له حاجة لوحده كده وتعمل له اكل مخصوص. فالديك ده بقى معمول لحد فينا يعني عندنا تعبان، فماما ذبحته له علشان ايه اعمله له. فقلت بقى انضفه على السطح كده واقعد اتكلم معاكم شوية، علشان احيانا كده الواحد بيحس ان هو عايز يقعد ايه يفضفض او يتكلم، فقلت اتكلم معاكم. ويا ريت يعني ايه لو حد شايف ان في الكلام اللي انا هقوله حاجه مش صح او ليه راي، يعني يا ريت يكتب لي في التعليقات برضو. اول موضوع عايزه اتكلم فيه موضوع الغلا. الدنيا بقت غاليه قوي قوي، والناس كلها بقى ماسكه الحكومه والبلد، مع العلم يعني ان لو كل واحد بقى رقيب على نفسه مش مستني بقى حد يبقى رقيب عليه، والله الدنيا هتتعدل. يعني البياع تروح تشتري منه مغلي الحاجه نار، وتيجي تقول الاسعار عاليه كده ليه، يقول لك ايه البركه في اللي ماسكين ايه في اللي ماسكين البلد. ماشي، والبركه في حضرتك برضو يعني. واقف يشتكي يعني انت معلش بتجيب الحاجه وعامل حسابك ان انت هتبيعها بجنيه وتبقى كسبان فيها. لو روحت بيتك ونمت وجيت تاني يوم نزلت لقيتها بجنيه ونص، هتحط شيء التسعيره وتحط التسعيره الجديده اللي هي جنيه ونص. يعني انت كسبان كده كده، من عمرك ما هتكون خسران. انت بتشتكي ليه وبتقول للناس كده ليه؟ يعني هي الناس اللي فيها مكفيها. فياريت الناس تراعي ربنا، تراعي ربنا، ويبقى عندها ايه يعني شويه احساس بالناس. واحده كانت جايبه شكاره رز وودت للراجل عربون وقالت له بكره ان شاء الله هجيب لك بقيه الفلوس واجي ايه اشيلها. تمام. تاني يوم بقى احنا شفناها تاني يوم، ما شفتهاش اليوم اللي اديته فيها العربون. تاني يوم وهي رايحه تجيب الشكاره رفع السعر. قالت له انا متفقه معاك على كذا ومديك عربون. قال لها لا ده غلي. طب انا ذنبي ايه؟ ما انا متفقه معاك ومديك عربون. قال لها لا ما انا هبيعلك واروح اجيب غيرها. فانا عايز ايه؟ فمش هبيعلك، مش عاجبك سيبيها. شايفين بقى الناس فعلا بقت وحشه، بقت وحشه، وكل حاجه عايزين يعلقوها على الحكومه بس. لكن انت بقى ما تبقاش رقيب على نفسك ليه وتراعي ربنا ليه؟ انا نفسي افهم يعني. ومثل تاني برضو، واحده كانت بس كنت بشتري يعني طماطم، واحده بتقول لي البياع اديني نص كيلو. قال لها ما بيعش نص، وبعد ما نقيته قام دلق الايه دلق الطماطم ايه على الطماطم تاني، وقامت واخده نفسها بصراحه وقامت ماشيه. فانا قلت له ليه ما بيعلهاش نص؟ هي هتاخده ببلاش. قال لي لا معيش فكه، وكمان هديها شنطه، الشنط غاليه. الكياس اللي هم بيعبوا فيها الطماطم للناس بعد ما بيبيعوا مستخسر اداها نص كيلو عشان ما يحطهاش في كيس من دول. قلت له انت ممكن تقول لها انا ما عنديش شنطه، هاتي شنطه خدي فيها النص كيلو. وايه الفكه ده؟ الطماطم غاليه نار 25 جنيه. يعني ال2 جنيه ونص اللي فوق ال10 هم دول اللي مش معاك ان انت تديلها الباقي مثلا. حاجة يعني الواحد بقى يشوف جشع مش طبيعي. مش يعني ايام ما كانت الحاجة رخيصة ما كانش الناس كده. فياريت الناس اللي هي التجار بالذات يراعوا ربنا، عشان دول اكتر ناس ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبهم. الناس مش ناقصة. والبياع ما يقعدش يشتكي، لان فعلا الناس يعني معظم الناس خلاص طفح بيها الكيل في موضوع الغلا ده. فياريت نبدأ بنفسينا الأول وبعدين ندور على المسؤولين. يعني كل واحد كده يبدأ بنفسه ويكون عنده ضمير. وبعدين حاجة تانية، الناس اللي هي بتروح تشتري، في ناس برضو زي ما في بياعين عندهم جشع، في ناس برضو عندها أنا مش عارفة أسميه إيه. يعني تلاقي مثلا إيه، واحد راح يشتري مثلا ايه 5 كيلو مثلا يعني 5 كيلو مثلا من الفاكهة او 3 كيلو. طب وليه؟ ما هو ده إيه؟ انت حضرتك لما تروح تشتري لازم يكون عندك ترشيد برضه، عشان ما تروحش ايه تشتكي بعد كده من الغلا. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا في البيت 5 افراد مثلا، يعني ده انا بضرب مثل. ماشي. لما اروح اشتري فاكهه اجيب على قد ال5 افراد، مش لازم اجيب واكل بالكوم. انت ممكن تاكل مثلا من تفاحه. لو انت هتجيب تفاح مثلا تجيب بعدك تفاح بعدد ال5 والراجل يوزنهم لك. هتلاقي الدنيا بقت حلوه معاك. عايز تجيب مثلا مانجا برضو هتجيب بنفس العدد، او هتجيب اقل لو هتعملها عصير.
لازم يكون في ترشيد للاستهلاك. مش لازم ان انا كل يوم اكل لحمه وفراخ، ممكن مرتين 2 في الاسبوع. مش لا يعني لازم يبقى في ترشيد علشان احنا نقدر نعيش ونعيش مبسوطين كمان، ما نبقاش عايشين متقدرين ومتضايقين من الغلا، وفي نفس الوقت بيقابلنا واحنا بنشتري حاجات بتحرق دمنا زي البياعين اللي انا اتكلمت عنهم. ده اول موضوع انا اتكلمت فيه. بصراحة الموضوع ده مضايقني قوي، لان فعلا بيحسسني ان الناس بقت وحشة. هو طبعا في برضو ناس كويسة، بس من كتر يعني الوحش بقى كتير، ما بقوش باينين في وسطيهم. الحاجة التانية بقى اللي انا عايزة اتكلم فيها، هي حاجة بصراحة يعني انا بتكلم فيها لان احنا برضو صحاب بيت ولامسين الموضوع ده. الايجارات بقت قليلة قوي. يعني زمان لما كان صاحب البيت بيأجر البيت بتاعه، كان بيأجره علشان يقدر يعيش منه. يعني ما كانش بيأجره زينة ولا اي حاجة، كان بيأجره علشان يعمل له دخل يقدر يصرف بيه على ايه، على بيته وولاده. وفي نفس الوقت المستأجر لما كان بيأجر المكان، كان بيأجره، كان بيدخل له دخل يقدر يدفع بالإيجار، ويدفع برضه ويقدر برضه يفتح البيت ويصرف على مراته وولاده ويعلمها. ما كانش صاحب البيت عامل له إيجار يخليه ما يعيش، لا، كان عامل له إيجار. الإيجار ده كان بيبقى جزء من مرتبه، وبقيت مرتبه كان بيقدر ياكل ويصرف على بيته بيه، وكمان يعلم ولاده، وكمان يجوزهم كمان. دلوقتي بقى تعالوا نشوف الدنيا بقت غالية ازاي. ما دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتبين معادن الناس. الدنيا بقت غالية ازاي، والايجارات بقت ملاليم. الناس اللي مأجرة من 20 سنة واكتر من 20 سنة، الايجارات بقت ملاليم. هو المفروض الساكن ما يستناش لما ينزل له قانون عشان يرفع الايجار. المفروض هو لوحده كده بعدل ربنا يبقى شايف الايجار اللي هو كان مأجر بيه ده كان نسبته كام من مرتبه في الوقت اللي سكن بيه، وبعدين يجي في الوقت الحالي ونفس النسبة يديها ايجار لصاحب البيت. حتى يا سيدي لو مش هيوديك وصل بيه، يعني يعمل لك وصل بالايجار البسيط اللي انت كنت بالملاليم اللي انت بتديها له دلوقتي، والفرق تدفعه له انت ايجار لوحدك. لان صاحب البيت دلوقتي معلش اصبح ان هو مش قادر يعيش، البيت ما عادش ليه لازمة. بيبقى الناس عندها ما شاء الله بيوت كبيرة وملهاش اي قيمة، وبتلاقي الساكن اغلى من صاحب البيت. وده حقيقي، انا بشوف كده فعلا. طب ليه الناس ما بتبقاش كويسة؟ لا، الناس دلوقتي بقى كل واحد عايز يبقى معاه بس. ده اللي انا شفته. في ناس قافله الشقق بتاعتها، واخده شقق بره، وقافله الشقق عشان الايجار ملاليم. خلاص سيب الشقه لصاحبها يستنفع بيها. عشان بقى يسيب الشقه لصاحبها يستنفع بيها، عايز ياخد فلوس تطلعه عشان من صاحب البيت، تمام، فلوس اكتر من اللي ساكن بيها. يعني الراجل يبقى ساكن 20 سنه في المكان بملاليم، وهو طالع بقى عايز ياخد ملايين وعايز ياخد الوفات. ليه؟ ده يرضي ربنا؟ يعني ده في عدل؟ لو حد شايف ان كلامي ده غلط يقول لي في التعليقات ان الكلام اللي انتوا بتقوليه ده غلط. ده برضو من ضمن الحاجات، يعني من ضمن الحاجات اللي انا شايفه الناس بقت وحشه قوي. الناس تضحك في وشك وكل حاجه، بس مش معنى ان هي بتضحك في وشك ان هي كويسه. الانسان بتعرفه ان هو كويس من التعامل بتاعه، من تصرفاته وافعاله، مش بالكلام. ما في واحد او في ناس بتبقى لسانها زي البلسم، معلش يعني، وبتبقى معلش من وراك زي التعبان، صح ولا لا؟ فالمعامله مش بالكلام، المعامله بالفعل. انا عشان اعرف ان الناس كويسه لازم الناس تحس ببعضيها. احنا بقينا في زمن كل واحد بيقول يلا نفسي. دي برضو من ضمن الحاجات اللي انا يعني حسيتني ان الناس فعلا ما بقتش كويسه. الحاجه الثالثه بقى اللي انا عايزه اتكلم فيها، برضو كنت بتفرج على مسلسل كده من يومين. هو انا بصراحه ما كنتش متابعاه، بس هم قالوا ان المسلسل ده جميل قوي، قلت اتفرج كده. كانت اول حلقه فيه، فلقيت راجل كده جاي لابس جلابيه بيضه، ممثل معروف يعني، وجاي معاه واحده لابسه حجاب وطالعه معاه. فقابلت واحده قريبته وهي نازله، على اساس يعني ان هو ايه، جايب واحده الشقه. فبتقول له انا هقول لمراتك. قال لها لا، ده انا جايبها عشان تنظف الشقه عشان مراتي ايه، جايه بكره. طبعا هو واضح المشهد كويس قوي. فبصراحه المشهد ده خلاني قفلت من المسلسل. ليه بقى خلاني قفلت من المسلسل؟ الناس اللي هي بتكتب والناس اللي هي بتمثل، دايما انا بشوف المسلسلات، زي مثلا الفنانين المشهورين بقى، شعر وميك اب ومعرفش ايه، لما بيمثلوا الدور الكاتب اللي بيكتب القصة بيجيب الجانب الكويس منهم والجانب الوحش منهم، صح ولا لا؟ عشان نبقى متفقين. يعني تلاقي ناس طالعة في المسلسل بتعمل خير، وناس طالعة في المسلسل مثلا شريرة.
طيب لما بقى الحجاب ليه لما بيجي في اي مسلسل ليه ما بيجيش غير الجنب الوحش بس؟ ليه بنلبسه للناس اللي هي هتطلع بشخصية وحشة بس؟ ليه؟ انا مش عارفة. يعني الكاتب بيبقى مقتنع او حاطط في دماغه فكرة واحدة بس، وبعدين ده شخص واحد، هل رأي الشخص ده معلش بيفرضوا على الناس ليه؟ ما هو انت بتكتب القصة، تيجي ناس تمثلها، تتعرض في التلفزيون يشوفها ملايين، الملايين دول في منهم كتير جدا بينساقوا ورا الدراما بيتأثروا بيها، صح ولا لأ؟ طيب ليه ما بتظهرش الجانب الكويس للحجاب؟ ما في ناس كتيرة جدا لابسة حجاب وزي الفل. ليه دايما الحجاب بيتحط تحت الميكروسكوب، تحت الإرهاب دايما، أو الناس الغلط؟ ليه في الدراما بتعرضه بالشكل ده؟ الموضوع ده مضايقني قوي على فكرة. انا تقريبا كنت بتفرج برضه على مسلسل بصراحه كان حلو قوي، ما كانش فيه غير بنت واحده محجبه في المسلسل ده، والبنت الوحيده المحجبه كانت متعلمه، يعني كانت دكتوره تقريبا، وكانت ملتزمه بصراحه وطالعه بتصلي وتمام، هي الوحيده اللي في المسلسل. كانوا جايبين بقى ان شعرها اقرط ماشي، وقاعده تعمل خلطات ومعرفش ايه. تاني حاجه جايب ان هي كانت طول عندها مشكله، اي حد بيتقدم لها طبعا ما كانش بيكمل معاها في الاول، لحد ما في الاخر لقيت واحد يستحملها. مطلعين عندها مشاكل كتيره قوي. ليه بتحطوا اي واحده لابسه حجاب تحت الضوء بالشكل ده، ودايما بتخلوا الشخصيه الوحشه بس؟ ليه ما بتظهروش الجانب الكويس للحجاب؟ في بنات ما شاء الله ملكات جمال على فكره لابسين نقاب كمان مش لابسين حجاب، وفي ناس بتعمل خير وفي ناس كويسة جدا. فليه المسلسلات والدراما بتحارب الحجاب؟ انا شايفاها كده، هي ملهاش مسمى غير كده. نلاقي مسلسل كله جايبين ايه؟ داعش. طب ماشي يا جماعة، ما هو الارهاب على فكرة مش كلهم تحت اسم الاسلام برضو على فكرة. فلازم يكون في انصاف في الدراما دي مش عادلة. الدراما دي بيكون واحد كاتب قصة مقتنع بفكرة معينة، وبعدين بيديها الناس يمثلوها وتنتشر، يعني ده مش رأي معلش مقدس علشان الناس تاخد بيه. فياريت برضو يراعي ربنا في الناس اللي بيكتبوا، عشان الناس يعني تنتج لهم افلام والكلام ده، ويعملوا حاجات يراعي ربنا فيها. انا عارفه ان انا طولت عليكم، علشان كده هكتفي بالكلام. بس يا ريت يعني لو حد، يعني الناس اللي هي بتتفرج على الفيديو، اي حد يتفرج عليه يكتب لي في التعليقات الكلام اللي انا بقوله ده فعلا صح، زي ما يعني انا شايفه الناس كده مظبوط، ولا انا مثلا متحامله عليهم، ولا مش عارفه. بس ده فعلا ده اللي انا شايفاه. ده في حاجات تانية كتيره، بس طبعا الوقت مش هيكون متاح ان انا اتكلم في كل حاجه انا عايزه اتكلم فيها. وبكده انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. وانا بتمنى انكم تعملوا شير للفيديو ده بصراحه، مش عشان الاكل ولا الكلام ده، علشان المواضيع اللي انا اتكلمت فيها، عشان احب اعرف راي الناس، يعني انا بس اللي كده ولا في ناس كتيره بتشتكي زي من نفس الحاجات دي.